السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على أكثر الأمور المثيرة اللي كتميز مغارة هرقل، واللي هي الأسطورة اللي مرتبطة بها. هذه الأسطورة كتقول أن هرقل أو إركول البطل الإغريقي الأسطوري، واللي معروف بالقوة ديالو الخارقة والإنجازات ديالو البطولية، كان عنده علاقة خاصة بهذه المغارة، واللي تعتبر وحدة من عجائب المغرب. هذه المغارة كاينة تقريبا 14 كيلومتر غرب طنجة بالقرب من كاب سبارتال، فين كيتلاقاو المحيط الأطلسي مع البحر الأبيض المتوسط، وهو مكان اللي سهل الوصول ليه وكيعطي مناظر رائعة على المحيط. الكهف كيتميز بفتحة كبيرة كتشكل خريطة لقارة إفريقيا، وهذا الشيء تيخليها موقع ومكان اللي مميز بزاف. المنطقة المحيطة بالمغارة كانت معروفة من العصور القديمة. الفينيقيين، الرومان والمور كانوا هنا. خلال العصر الروماني كان الكهف مركز للعبادة والتجارة. الشواهد الأثرية تقول بأن الموقع كان ميناء مهم ومرتبط بشبكة تجارية واسعة. في العصر الإسلامي استمر الكهف في جذب الزوار، وكان عنده دور مهم في الثقافة المحلية. بالنسبة للأسطورة الشهيرة اللي متعلقة بهذا الكهف، فهي كتقول بأن هرقل أو إركول البطل اليوناني العظيم والمعروف في الأساطير الإغريقية استعمل هذا الكهف كمكان للراحة بعد ما كمل 12 المهمة أو الأعمال اللي خصو يديرها باش يكسب الخلود والحياة الأبدية. واحد من هاد الأعمال اللي كارتبط بهذا الكهف هو العمل ديال فصل القارتين. الأسطورة كتقول أن إركول كان خصو يفصل بين أوروبا وإفريقيا باش يسهل حركة البشر والحيوانات بين القارتين. وفعلا بحسب الأسطورة هو اللي فصل ما بين القارتين وخلق مضيق جبل طارق اللي تيازل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. في الميثولوجيا الإغريقية مضيق جبل طارق معروف بأعمدة هرقل، حيث كيتقال أن هرقل هو اللي دار أعمدة في جانبي المضيق، واحد في أوروبا في إسبانيا وواحد في إفريقيا في المغرب. هاد الأعمدة كترمز لإنجازات هرقل البطولية وفصلوا بين القارتين. المغارة قريبة بزاف من هاد البلاصة اللي كترتبط بهاد الأسطورة الكبيرة. بعد ما كمل إركول هاد العمل الجبار عيا بزاف وقرر يرتاح، واختار المغارة المتواجدة في طنجة باش يكون مكان للراحة ديالو. هاد المغارة كانت إذن بالنسبة للأسطورة المكان اللي إركول تيجي يرتاح فيه بعد هاد المهام البطولية ديالو، وكان كيستمتع بالمناظر ديال المحيط الأطلسي، بحيث أنه كان كيجلس قدام الفتحة اللي كتشكل خريطة إفريقيا وكيبقى يشوف الجمال ديال الطبيعة اللي قدامه. بحسب الأسطورة كيتقال أن إركول خلى أثر قدم كبير في المغارة، واللي كيبان بحال الطابع ديال واحد القدم العملاق. هذا الأثر كيرمز للقوة الهائلة ديال هرقل، حيث كان كيتصور أنه عملاق وكبير بزاف. الناس اللي كيجيو يزوروا المغارة كيشوفوا هذا الأثر وكيتخيلوا أنه مرتبط مباشرة بالبطل الأسطوري هرقل. هذا الأثر ولا جزء من الجذب السياحي ديال المغارة، وكاين اعتقاد قديم كيشير أن اللمس ديال هذا الأثر ممكن يجيب الحظ، حيث كان هرقل في الميثولوجيا الإغريقية معروف بأنه واحد من أعظم الأبطال. المغارة بجمالها الطبيعي وأساطيرها بحال هذه الأسطورة زادت من الغموض والتأثير الثقافي اللي خلات من مغارة هرقل بلاصة مميزة وعجيبة في المغرب. المغارة والأسطورة اللي كترتبط بها عندها تشابه مع أساطير أخرى في العالم، واللي كتحكي على الأبطال الخارقين والكهوف أو البلايص السرية. مثلا في الميثولوجيا الإسكندنافية والإيرلندية كاين قصص على أبطال كيخدموا مهام صعيبة وكيسترحوا في الكهوف أو في بلايص طبيعية من بعد الإنجازات ديالهم. هاد الشي كيبين أن مغارة هرقل هي جزء من واحد النمط العالمي في قصص الأساطير اللي كتركز على القوة والتحدي. الأسطورة ديال إركول ما بقاتش غير مجرد قصة في الثقافة الإغريقية القديمة، ولكن تعدات للثقافة المحلية المغربية وتحديدا لمنطقة طنجة. الناس ديال المنطقة بدات تربط المغارة بالأسطورة ديال إركول، وهذا الربط خلاها تكون جزء من التراث الثقافي والشعبي ديال المدينة. المغارة ولات نقطة جذب ماشي غير للسياح، ولكن حتى الفنانين والمبدعين اللي كيستمدوا الإلهام ديالهم من هذه القصة.
على مر العصور مغارة هرقل ألهمت العديد من الشعراء والفنانين اللي صوروها في اللوحات ديالهم وكتاباتهم. العديد من الأدباء كتبوا على المغارة بوصفها رمز للقوة والبطولة اللي كيمثلها إركول. وفي الأدب الشعبي المحلي المغارة ولات محور قصص وأغاني كتخلد الأسطورة، بحيث الناس تتربط بجمال الطبيعة والغموض اللي كيتعلق بالكهف والأسطورة. اليوم الأسطورة ديال إركول مازال كتأثر على الناس. السياح اللي تيزوروا المغارة كيتجذبوا للقصة ديال إركول وكيفاش أن البطل الأسطوري اختار هذا المكان باش يرتاح. حتى في المهرجانات المحلية في طنجة كتلقى بعض الإشارات لهذه الأسطورة، وهذا الشيء كيأثر على الهوية الثقافية ديال المدينة اللي كتعتز بارتباطها بتاريخ قديم وعريق. في العصر الحديث مغارة هرقل ولات وجهة سياحية بامتياز. الزوار كيجوا من كل بلاصة في العالم باش يعيشوا تجربة أسطورية، بحيث كيحسوا أنهم قريبين من واحد من أبطال الأساطير الإغريقية. وكما قلنا الأسطورة ما هياش مجرد قصة تاريخية، ولكن عندها تأثير قوي على السياحة والثقافة المحلية. المغارة ماشي غير مهمة في الميثولوجيا الإغريقية، كاين المعتقدات محلية اللي كتشير بأن هذه البلاصة كانت عندها أهمية روحانية وثقافية عند الشعوب القديمة اللي عاشوا في طنجة. في بعض الروايات الشعبية كيقولوا بأن المغارة كانت كتستعمل كملاذ آمن وبلاصة للاختفاء في فترات مختلفة من التاريخ، وكان كيحيط بها واحد الجمال والغموض اللي كيخليها سحرية. كما أن بعض الروايات الشعبية المحلية كيقولوا أن المغارة ممكن تكون فيها كنوز مخفية اللي تم دفنها عبر العصور. رغم أن هذه القصص كيبقاو مجرد أساطير شعبية، إلا أنها كتزيد من جاذبية المغارة والغموض اللي كيحوم حولها، وكتخليها بلاصة اللي كتثير فضول السكان المحليين والزوار. مغارة هرقل كتجسد العلاقة بين الأسطورة والطبيعة، فبمجرد ما كتدخلوا المغارة كتولي الأسطورة ديال إركول جزء من التجربة ديالكم. ولحد الآن كيبقى هذا المكان محاط بالغموض والسحر، وكيخلينا نفكروا في القوة والجمال اللي كيتمثلها. شكرا بزاف على متابعتكم لهذا الفيديو اللي تعرفنا من خلاله على الأسطورة ديال المغارة ديال هرقل والجمال ديالها اللي كيخلي هذه البلاصة مميزة في العالم. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا واكتشفتوا معنا جوانب جديدة من هذا الموقع الرائع. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على لايك، تخليوا لنا كومنتير وتابوناو في القناة باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء في فيديو جديد.